إن شاء الله في الدرس ده هنتكلم على الحقول اللي موجودة في الداتا موديل أو في التيبلز هنا. وهتعرف معنى كلمة الحقول دي لما أوريك هنا. دلوقتي أنا مثلا عايز ده هنا وليكن أهو. نيجي باك هنا، عاوز أربط أو أحط الإيه البرودكت كي. خلينا بس قبل ما نحط هنا أوريكم هنا في الإيه في الداتا فيو أو الموديل فيو. هنشوف إيه، وليكن مثلا البرودكت كي ده. البرودكت كي ده موجود في الريتيرنز، وموجود هنا في برودكت كي في السيلز. في برودكت كي، البرودكت كي موجود هنا في السيلز، وموجود في البرودكت لوك اب برودكت كي. الصح او الصح المفروض انا اخد انهي برودكت كي لما اعمله في الداتا هنا. يعني مثلا هنا انا شلت البرودكت، هشيل البرودكت نيم ده، وهنا كاتيجوري نيم، وخلينا مثلا هاجي عند الريتيرنس وفي برودكت كي، صح؟ احط برودكت كي هنا. هل ده مظبوط اني احط برودكت كي بتاع الريتيرنس؟ مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ شايف البرودكت كي بتاع ده، البرودكت كي اللي موجود في الريتيرنس ظبط لي الدنيا مع الريتيرنس بس، تمام. ولكن الاوردر كوانتيتي دي اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في السيلز ما اتظبطتش. هو جاب لي التوتال بتاع الاوردر كوانتيتي لانها مش مربوطه مع الريتيرنس، تمام. فما ينفعش اخد البرودكت كي بتاعت الريتيرنس واحطها هي هنا، اللي هو نربط او يعني ايه تعرض بيها الداتا. ليه؟ لان البرودكت كي دي اللي موجوده هنا من الفورين كي، يعني هي فورين كي مش برايمري كي. المفروض اخد الحاجه بتاعه البرايمري كي لانها اصلا هي غريبه مش موجوده هنا، دي مش مكانها. مكانها فين؟ مكانها الاصلي في البرودكت لوك اب، يعني مكانها الاصلي هنا برودكت كي. لو انا جيت في السيلز اهو، هشيل برودكت كي ده وهاخد البرودكت كي بتاع السيلز. السيلز فين؟ اهي، في برودكت كي، برودكت كي اهي. لو انا حطيتها هنا مين اللي هيظبط معايا؟ الكوانتيتي ولا الريتيرنس؟ الاوردر كوانتيتي ولا الريتيرنس؟ هيظبط معايا الاوردر كوانتيتي لانها مربوطه بالكوانتيتي او مربوطه بالسيلز، او يعني ده الايه البرودكت كي بتاع السيلز. ولكن الريتيرنس مش مربوطه مع بعض، يعني هنا السيلز دي مش مربوطه مع الريتيرنس. عشان كده لما انا اخترت البرودكت كي بتاع السيلز ما جابليش الحاجه بتاعت الريتيرنس، تمام. فالاصح ان احنا ناخد البرودكت كي اللي موجوده في الايه في البرايمري كي اللي هو في مكانها الاصلي، وليس الفورين كي. زي ما اتفقنا قبل كده ان ده فورين كي، فهناخد ده من فين؟ من البرودكت لوك ابس، او هنا اهي فين برودكت كاتيجوري اهي برودكتس لوك اب، وناخد برودكت كي. لما هنحطه هنا هتلاقي الاتنين مظبوطين، لان الاتنين مربوطين بده، الاتنين مربوطين بالايه؟ ادي السيلز مربوط بالبرودكت لوك اب، وكذلك الريتيرنس مربوطه بالايه برودكت لوك اب. وده هنا عرفنا ازاي نختار. يعني طالما في كذا هنا برودكت كي وهنا برودكت كي وهنا برودكت كي، كذا برودكت كي، هتاخد من فين؟ هتاخد من البرايمري كي اللي موجود اللي مش بيتكرر عموما، مش هتاخد من الفورن كي. طيب، عايزين نعرف برضو حاجة تاني، الريليشن شيبس. لو جينا عند الهوم هنا وجينا عند المانج ريليشن شيب، هنا موجود كل الريليشن شيبس اللي موجودة هنا ميني تو 1 او 1 تو ميني، من البرودكت سب كاتيجوري ل برودكت كاتيجوري، يعني برودكت كاتيجوري 1 تو ميني اللي هو سب كاتيجوري. هنا السب كاتيجوري للبرودكت لوك اب، وهنا البرودكت لوك اب للريتيرنس، وهكذا. طيب، دي ايه الريليشن شيبس اللي موجوده. لو انا عايز اعمل نيو ريليشن شيب، فبختار التيبل مثلا، وليكن مثلا الكالندر ديت مع مثلا سيلز،
ونختار هنا الorder date وهنا الdate. بيقول لك هنا there is already a relationship between these two columns. بيقول لك اصلا موجوده الريليشن دي موجوده، فاحنا اصلا عاملينها، فبس انا بوريكم الطريقه ازاي نعمل relationships ما بين الجداول بالطريقه اللي هنا اللي هو بتاعه المانج relationships. لو انا مش هعرف امسك الايه، بس هي الاسهل انك تمسكها كده وترميها على طول على الايه البرودكت كي مثلا، لو انا همسك برودكت كي يعني. تمام. طيب انا عايز اعدل مثلا، عايز اعدل في الريليشن شيب دي مثلا، هدوس مثلا هنا، هدوس على اي ريليشن شيب كده اهو، وادوس هنا edit، فيظهر لي الايديت. انا عايز اعملها 1 to 1 ميني 1 to many many to many. طبعا هي زي ما قلنا ال 1 to many هي اللي احنا شغالين بيها. تمام. عايز اعدل هنا بعدل. تمام. بختار هنا بعدل، فاهم كده. لو انا عايز امسحها خالص باجي هنا وادوس ديليت. نفس الكلام هنا، لو انا جيت هنا اهو وعملت كليك يمين هدوس ديليت او بروبرتيز واقدر اعدل براحتي وادوس سيف. فدي طريقة التعديل ما بين في الداتا فيو هنا نفسها او الموديل فيو نفسها، او هنا في المانج ريليشن شيبس لو انا عايز اضيف او اديليت او اديت اي حاجة بس. وده كان درس النهاردة، واشوفكم الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.